ومعنا الآن من اللاذقية الناشط المعارض منتظر الشبول. سيد منتظر، صف لنا الأوضاع في اللاذقية، يعني حتى اليوم استمعنا إلى أكثر من شاهد عيان خصوصا من حمص من حماة، كيف هي الأوضاع في اللاذقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أتمم المرسلين سيد الخلق حبيب إله العالمين سيدي أبا القاسم وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. بداية أريد أن أوجه تحية إجلال وإكبار واحترام إلى كل العاملين بقناة الجزيرة دون أي استثناء. قناة الجزيرة قناة الحق، وبما أن الحق صيف قاطع والحق يعلو ولا يعلى عليه، فأنني سأنقل صورة ما يوجد في اللاذقية بكل صدق وأمانة. اليوم وبعد صلاة الجمعة خرجت تظاهرات من اسكندوري، طابيات، صليبة، الزراعة، مشروع الزراعة، مشروع الأوقاف، المشروع السابع، الدعتور، بسنادة وما حواليها، تهتف وتنادي محل الأسد ما بيدوس، ساركوزي بيركع وأوباما بيبوس، غير ثلاثة ما بنختار، الله سوريا بشار. نعم. نعم. الآن استمعنا إلى الوضع في أكثر من مدينة مختلف، هناك طائرات مروحية كانت تحلق على بعض المدن، هناك قطع للكهرباء ولشبكات نعم. الهواتف الخليوية. نعم. كيف هي الأمور في اللاذقية؟ اللاذقية تعيش حياة طبيعية. يعني أنا منذ فترة، يعني بالضبط يوم الأربعاء، ذهبت في جولة للمخيم الرمل الفلسطيني. صحيح يوجد حواجز عسكرية في مداخل الحي ومخارجه، بس يعني العنصر بتفوتي قبل ما تدخلي بالسيارة بيطلب منك هوية بكل احترام وبذوق، بعين على الهوية بيقول لك تفضلي. كان في عوائل مضبوط أيام الحوادث بالرمل الجنوبي، كان في عوائل بالملعب البلدي في مدينة اللاذقية جميعهم عادوا، جميع العوائل عادت إلى الرمل، جميع العوائل، وما في يعني اليوم لم تخرج أي تظاهرة في مدينة اللاذقية ولا طلقة رصاص سمعنا. وكيف يفسر ذلك؟ يفسر ذلك انه الانجاز الامني اللي قامت به الاجهزه الامنيه، سواء امن دوله، امن سياسي، امن عسكري، امن جنائي. كان في هناك مجموعه من الارهابيين المسلحين في قنينص، في صليبه، في اسطابيات، يضربون الديناميت ويروعون الناس ليلا. إذا نجحوا في ترويع أهالي. وكما نسمعه عن ما يجري في حما ودرعا عبارة عن هيصة إعلامية، وهو كلام للاستهلاك الإعلامي فقط لا غير. أنا هذا رأيي. ونحن نحترم رأيك ونصر دائما على أن نظهر الرأي والرأي الآخر. نعم. أنتم قناة الرأي والرأي الآخر. نعم. ولهذا ولكن عندما أستمع أنا إلى قناة الجزيرة أتذكر بيت المتنبي، يا أعدل الناس في معاملة، يا أعدل الناس في معاملة. نعم. الو. تفضل. الو. تفضل. انت على الهواء. يعدل الناس في معاملة فيك الخصام وانت الخصم والحكم. على العموم يعني ربما الرد الامثل هو اننا دائما حريصون على أن نستمع إلى وجهات نظر مختلفة ونترك المجال لأشخاص من مشارب مختلفة أن يتحدثوا على الهواء مباشرة. نشكرك جزيل الشكر الناشط المعارض منتظر شبول.